مصطلح حزام ناري، يعني كنت بسأل كيف أصلا يعني إحنا كنا نسمع ضربة واحدة وخلاص مثلا، بعد شوية هلأ ورا بعض ورا بعض، يعني فيش ثواني بينهم. طبعا بيبيدوا حي كامل، منطقة كاملة. احنا برضو مازال بصي في مرحله كده في دماغ اي بني ادم، مهما اجتهد في خياله الخيال بيلف ويرجع، الخيال اعقد بكتير من الواقع اللي بيجرى. انت عشتي الواقع ده واتولدتي هناك وعشتي هناك وجيتي مهما للقدر أحكي ونصيبك. لك مش بالظبط. هتقدري تتخيلي. بس يمكن يعني حكيك يقربني اكتر، احس ان انا اللي شايفاه ده وتعبني هو ولا حاجه كمان. الإشي كارثي بكل معنى الكلمة. يعني انت بتكوني مثلا قاعدة في بيتك كده في أمان الله، فجأة بتلاقي مثلا ممكن البيت ينزل عليكي، ومش شرط إذا انت يعني تابعة للمقاومة أو حد، لا، ناس كل عادي قاعده الشعب كده. مستهدف، ما بفرقوش بين صغير أو كبير أو أي حدا. التكرار ده خلى ان انتوا في البيوت قاعدين عاملين ازاي؟ يعني عندكم، هل مثلا عندكم اجراءات ما عارفين ان ده طبعا هيجرى بتعملوا ايه؟ مثلا لما نسمع حدا بيتصلوا أحيانا إنه انت بيتك اهاليكوا او لا لا، هم يبلغوا الاحتلال اصلا. بيتصلوا ايوه. مثلا، بيتصلوا على بيت فلان اخلي البيت، انه هنقصف البيت بعد نص ساعة، تخيلي، او اقل، ممكن ربع ساعة. جنون. ساعات بيكونوا صادقين وساعات ما، يعني مش عارفة، بتكوني مش متأكدة من الخبر. ما هو ساعات بيكون اسطوانة، وساعات بيتصل عليكي حد عارفك وعارف بيتك وعارف كل حاجة في البيت. النسبة الأغلب إن ده بيحصل فعلا، التهديد ده بيتنفذ. طبعا. فبيكون الواحد مش عارف شو بده ياخد اصلا. بناخد مثلا الاوراق المهمه، بنطلع كده واحنا سايبين كل اشي ورانا، بنتشاهد اصلا، بنقول خلص انه احنا الله اعلم حننجي ولا لا من هذا اللي بيصير. فيعني خلص بنكون معتمدين على ربنا، وانه احنا اصلا مستشهدين، فهي شهاده يعني اشي كبير. بس المشكله ساعات احيانا الواحد بيكون خايف انه تطلعي اشلاء، نص البيت يكون استشهدوا والنص التاني، فالإشي صعب. يعني اصلا من كلامك ده افهم انه بيكون بالنسبه لكم افضل ان كلنا نروح سوا. يا ريت لو عارفين انه كده فيا مرحبا بالشهاده اصلا. بس المشكله ما بنكونش عارفين هنطلع كيف ما بعد الضرب، ممكن كلنا ننجو او حدا يحصل له حاجه والتاني لا وكده.